السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض شوكولاتة باونتي. طريقتها سهلة جدا وبسيطة ب3 مكونات بس. هنطلع شوكولاتة باونتي احلى من بتاعة بره كمان. بتاعة بره بيبقى حجمها صغير، انا هنا عملت كمية كبيرة وبحجم كبير وطعمها روعة احلى من بتاعة بره. هنبدا دلوقتي هنشوف الطريقه مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدا لو اول مره تشوفوني انا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. يلا نبدا على طول الطريقه. اول حاجه هبدا بيها طبعا هي الحشو، فالحشو بيكون جوز هند، فاحتاجت الكوبايتين من جوز الهند، وكمان هحتاج لحليب مكثف محلى. انا هنا استعملت الجاهز، ولكن انتوا ممكن تستعملوا اللي بيتعمل في البيت، انا عملته قبل كده على القناه بمكونين 2 بس. هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. هبدا انزل كده كميه شويه صغيرين، انا مش هحتاج العبوه كلها لان انا مش بعمل كميه كبيره، انا استعملت كوبايتين بس جوز هند فهحتاج نص العلبه دي. انما لو انتوا هتستعملوا 4 كوبايات فممكن تحتاجوا العلبه كامله. انا بحط شويه بشويه لحد اما الجوز الهندي يتلم معايا ويبقى عجينه. وما تقلقوش، هي بتتلم بسرعه جدا، يعني سهله خالص. بمجرد بس ان هم يتماسكوا مع بعض كده وتلاقوا نفسكم ان انتوا قادرين تشكلوها خلاص تمام. قلبتها الاول بالسباتشولا وبعد كده شلتها وبدات اعجنها بايدي عشان اتاكد ان كل حاجه امتزجت مع بعض وانها وصلت للقوام اللي انا عاوزاه بالشكل ده بيكون شكلها. شايفين بدأت تتكور معايا بكل سهولة ازاي؟ يعني حتى بعمل اهو كورة معاكم بتتشكل معايا بكل سهولة. ده القوام اللي انا عاوزاه. هبدأ بقى اشكلها على شكل وحدات الباونتي. طبعا انتوا ممكن تشكلوها باي شكل انتوا حابينه، انا حبيت ان انا اخليها مقاربة لشكل الباونتي الاصلي ولكن عاملاها اكبر، انما الباونتي بيبقى نص دي تقريبا. بالشكل ده ببدأ كده عملتها بالظبط بعرض ايدي، يعني عرض ال4 صوابع، وبدأت اشكلها من فوق وتحت. يعني بتهيالي الصورة هتبقى موضحة اكتر من الكلام اللي انا بقوله. ولكن لو انتوا حابين مثلا انتوا تعملوها كور مفيش مشكلة خالص، برضه هيبقى نفس الطعم وهيبقى نفس النتيجة بالشكل ده بيكون شكلها. هعمل كل الكمية دي عملت معايا تقريبا حوالي 12 واحدة باونتي من الحجم الكبير ده. لو هنعمل الحجم بتاع باونتي الأصلي اللي هو بيبقى نص دي تقريبا فهيعمل معاكم 24 واحدة. أنا حبيت أعمل واحدة تانية معاكم عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. بس كده هعمل بقى كل الكمية وبعدين هدخلهم التلاجة او الفريزر لحد ما يتمسكوا. انا بصراحة كنت مستعجلة فحطيتهم في الفريزر، قعدوا بالظبط حوالي 10 دقايق. دلوقتي بقى هستعمل شوكليت شيب، ده النوع اللي انا استخدمته. احتجت تقريبا لحوالي كوباية ونص. طبعا ممكن تستخدموا اي نوع شوكولاتة انتوا حابين طعمه، ده يرجع لذوقكم. ممكن تسيحوه كده في الميكرويف على طول او على حمام مائي، ولكن انا بحب اضيف له قشطه، يعني بيدي غناوه شويه للطعم. ولكن انتوا ممكن تستغنوا عن القشطه وتسيحوه بس كده. حطيتهم في الميكرويف لمده دقيقه وبعدين طلعتهم وبدات اقلبهم مع بعض. لو مش عاوزين تستعملوا قشطه ممكن تستعملوا كريمه الخفق، يعني القشطه دي بديل الكريمه تمام. وبرده زي ما قلت لكم ممكن تستغنوا عنها خالص. هي الباونتي بتعمل ب3 مكونات: شوكولاته، جوز هند، وحليب مكثف محلى. القشطه دي اختياري. بالظبط كده انا خلاص الصوص الشوكليت جاهز معايا. طلعت الجوز الهند من الفريزر، كان ساقع، وطبعا لازم الشوكليت تكون هديت عشان لو حطيتوا الجوز الهند فيها وهي سخنه هتسيح، فبالتالي لازم يكون الشوكولاته تكون نوعا ما دافيه. بعدين حطيتها فيها وغطيتها بالشكل ده واديت لها تعريجات الشكل الباونتي بالمعلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحط المعلقه واطلعها بسرعه وهكذا. شايفين؟ ايوه نفس الطريقه دي كده. دي بتديكوا الشكل بتاع قطعه الباونتي الجاهزه بتاعت بره. عملت كل الكميه وبرده هرجعهم التلاجة تاني لحد ما يتماسكوا. ممكن تحطوها في التلاجة او لو مستعجلين في الفريزر. اول ما تتماسك معاكم طلعوها. انا طلعتها وبقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، نفس شكل الباونتي بتاع بره، وقدمتها وبس كده. وطعمها بقى ممتاز. انا حبيت اكسر واحده معاكم عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي من جوه. نفس تقريبا الحشو بتاع بره ونفس الشكل ونفس كل حاجه، وطعمها بجد بيرفكت. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو وتجربوها وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات. وبالف انا وشفه مقدمه لكل اللي هيجربها. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو مش مشتركين في قناتي تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.